لاعب اتنادى عليه الجندي المجهول لحد ما ضرب كورة واحدة غيرت تاريخ أفريقيا كله. اسمه تامر عبد الحميد، بس محدش كان بينده بيه، كانوا بينادوه الجندي المجهول، اللاعب اللي بيقطع كل كورة وبياخد كل ضربة وبيسيب النجومية للتانيين. لو انت من جيل التسعينات الاسم ده هيرجع لك فورا. بدأ الحكاية سنة 1992 في نادي المنصورة، وسط جيل ذهبي غير شكل الكرة المصرية وقتها. ما كانش أسرع لاعب ولا أمهر لاعب، كان عنده حاجة تانية، لياقة بدنية خلته يتلقب بصاحب الرئات الثلاث. معلومة ما يعرفهاش كتير من الناس، الصفقة اللي جابته للزمالك سنة 2000 كانت بتوصية شخصية من الكابتن حلمي طولان اللي كان بيتابعه من زمان. من أول موسم بقى قلب خط الوسط، لكن اللي خلد اسمه ما كانش تدخل دفاعي، كانت ليلة واحدة بس. 13 من ديسمبر 2002 استاد القاهرة، 80,000 مشجع، نهائي أبطال أفريقيا، الزمالك قدام الرجاء المغربي. المدرب فنجادة قال كلمة واحدة قبل المباراة: لو المساحة اتفتحت سدد. ومع نهاية الشوط الأول وصلت الكرة لدونجا، رفع رأسه، شاف المساحة وسدد. الكرة لفت في الهوا وسكنت الشباك، 80,000 مشجع وقفوا مرة واحدة. كل واحد كبير في السن دلوقتي فاكر مكانه بالظبط وقتها. انت كنت فين لما شفت الهدف ده؟ الهدف ده معروف باسم هدف $1,000,000، لأن الكاف رفعت مكافأة البطولة لأول مرة $1,000,000، ودونجا كان سبب دخولها لخزينة الزمالك. من الجندي المجهول لبطل قومي في ليلة واحدة. بعد الاعتزال ما ابتعدش عن الكورة، اتجه للتدريب وعاد للزمالك تاني، بس المرة دي عشان يصنع الجيل الجديد. مش كل الأساطير بتحتاج عشرات الأهداف، أحياناً هدف واحد يكفي عشان يخلد اسم صاحبه للأبد. قولي في الكومنتات، مين كان الجندي المجهول في جيلك انت؟